بالظبط يا اسطى، والله فوق دماغك. بص يا نهار ازرق. شوف شوف عملت فيه ايه، بص بص فوق دماغه بالظبط. طبعا اول حاجه احب اشكر اي حد اشترك وتفاعل مع الفيديو اللي فات ولو بمجرد اعجاب. واكيد في البدايه خالص نزلت هنا طبعا زي ما انتوا كنتوا كلكم عاملين حسابكم، وبرضه مت بنفس الطريقه. جيت على هنا بقى بدات العب بالصواريخ اللي انتوا عارفينها دي، وبعدها رحت على بوشين كلين تقريبا من ثواني شفت دروب نازل هنا. صراحه بقى لي اكتر من ساعه ونص عمال الف وتعبان ودايخ من الصيام بقى فرهضه فرهضه مش عارف اقول لك ازاي. ايه ده ثواني يا ابني خضتوني يا ابني. يا ابني حرام عليكم يا ابني، حتى احنا في رمضان. بعد كده خبط حبيب قلبي، بعد كده خبط. ما ينفعش تخض الناس كده، خبط خبط تمام. مش عارف انا ايه الناس التايهه دي. ثواني كده نشوف ايه الدنيا. مين تاني؟ مين تاني يا ابني؟ انا يا ابني انا مفرهد من الصيام. مين تاني؟ انا مش عارف اقول لك ايه. بس بسرعه كده طالما مش حد اخد باله نشرب كده حاجه كده خفيفه. تمام ايوه انا صايم، ما كلنا صايمين يا عم، في ايه؟ انا عارف تمام. ثواني كده قشطه، انا قشطه طالما محدش اخد باله. ثانيه بس ثانيه. هو هيموتني ولا ايه؟ ايه يا عم انا ناقصاك؟ طب ماشي طالما كده يبقى هيل بقى ونمشي. بعدها رحت على المكان ده لان كان في ناس بتضرب هنا، فقلت اروح اشوف في مين وكده وايه الدنيا. فوانا واقف سمعت الصوت ده، فاكيد مش هسكت، يلا نشوف مين. يا ترى هتكون فين اللي ضربت الطلقه دي؟ انا خايف يطلع لي من ورا ظهري مثلا او من اي حته. ايه ده؟ يا نهار ازرق. ده ايه القعده دي ياض؟ ايه القعده دي يالا؟ يخرب بيتك يالا. ايه يالا اللي بيحصل ده ياض؟ يخرب بيتك. خد والله انا انزلها فوق دماغه. فوق دماغك بالظبط يا اسطى، والله فوق دماغك. بص يا نهار ازرق. شوف شوف عملت فيه ايه، بص بص فوق دماغه بالظبط. القنبله عجنته، بس للامانه ده اروق نيد انا ضربته النهارده صراحه. يعني صراحه ده كان اجمد نيد بالنسبه لليوم كله، على مستوى اليوم كله بامانه. فمش حلو جدا، يلا بينا بقى. المهم مفيش 5 دقايق لقيت في عربيه جايه تجري كده، فاكيد عرفت ان ده واحد صاحبه جاي ينتقم بقى وكده، ويعني زي ما انت فاهم. فانا اول ما شفت المنظر ده صراحه اتخضيت، لان عرفت المشكله في الراوتر مش فيا انا. فوقفت 5 ثواني كده اشوف إيه الدنيا، لقيت ده اللي حصل. لكن بعد شويه وبس كده. فجيت امشي بقى خلاص، لان شفت المكان ده انا مفيش منه صنف اللازمه وخلاص. فانا ماشي ببص ورايا لقيت في عربيه زي العربيه اللي انا راكبها، فقلت في ايه. لقيته قام لافف كده، كان بيفكر يقف فمشى. فطبعا مش هسيبه يمشي، ضربت عليه قلت له خد تعالى ياض اقف كده خليك راجل. وهو ماشي كده خد طلقتين كده بادي فوقف، لان طبعا العربيه يعني خلاص هتبوظ هتفرقع بيه، فوقف كده يفكر يضرب ما اعرفش يعمل ايه، شكله تايه. فقلت ثواني كده ضربت طلقه ما جاتش فيه، التانيه جت فيه فوقع على طول. فاديته كمان واحده جات له هيد شوت، راح ياخد كفر ورا العربيه على اساس يعني ان هو هيعيش وكده. فقلت اضرب عليه بالام 4 وبس يعني، ومات وكل حاجه يعني زي ما انت فاهم بالظبط. صراحه الواد ده مفتري جدا، انا شفت اسمه كتير، كان قاتل ناس كتير جدا في اللعبه. ايه ده؟ مين ده؟ هاته كده معاك في السكه بالمره كده. بالمره بالمره يعني مش مشكله، طالما احنا كده كده ماشيين يعني ناخد فيه ثواب نكسب فيه ثواب برضه. انا مش عارف انا ده ايه الناس الملزقه دي. الواد ده واقف هنا بقاله بتاع سنه. ما تمشي يالا من هنا يالا. امشي ياض من هنا ياض بدل ما انزل. امشي ياض من هنا. مش عارف انا ايه الناس دي. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ برضه مش راضي يمشي. بص على اي حال ماشي، الجيم بدأ اصلا انه خلاص يخلص يعني، فقلت اسيبه. مش عارف راحوا فين الناس اللي في اللعبه، مش عارف راحوا فين. ايه ده؟ ده واحد هنا وبص بص في البلكونه، في البلكونه فوق. ثواني كده. زيك زي اخوك، انا مش هظلمك في حاجه، زيك زي اخوك. ثواني كده. ثواني بس اقول لك على حاجه. خد دي. في دماغه برضه يا نهار ازرق. ماشي. على اي حال دي نقف في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني بقى؟ يا ابني يا ابني حرام عليكم يا ابني، قطعتوا لي الخلف يا ابني. يا ابني انا بقيت بمشي ببص ورايا في الشارع يا ابني. بس حلو You're the جدا. best. تمام. والمهم كسبت وكل حاجة. اشوفك بقى في الحلقة الجاية، يلا سلام.